من الجانب الإنساني، قصة وأسباب وفاة عبد الخالق المختار أبشع من كل بشاعة الحروب على مر التاريخ. دائما أنت تصير حالات أمامك تخليك تكره الحروب وتكره صناعها وتكره تجارها وتكره المستفيدين من عندها. يعني عبد الخالق المختار تخرج من أكاديمية الفنون الجميلة، انسحب للعسكرية، بالمكان اللي هو بيه بالعسكرية داس على لغم، انبتر كف رجله، قدما انبترت. بين ما نزلوه من الجبل حتى يروح للمستشفى يوصل، بين ما وصلت هذه الامدادات والاسعافات هو ظل ينزف. بين ما ظل ينزف وصل مرحلة من النزف انه وقفت عنده وحدة من الكليتين، ذوت، طفت، انتهت عنده هاي الكلى. اهله بعد فترة اخذوا له كلى، زرعوها له، زرعوا له الكلى، طلع من العمليات طقت الكلى ببطنه، ما قدروا، الأنسجة ما تطابقت ويا أنسجة جسم عبد الخالق، جسمه رفضها. بهذيك الأثناء الله سبحانه وتعالى وقف شخص، إنسان رائع، فنان اسمه كاظم الساهر، اشترى الكلى الثانية لعبد الخالق المختار، خلاه أعاد للحياة. هاي الإنسانية. لا تقول لي والله هذا سياسي، لو ما أعرف شنو، لو هذا ما أدري منو، وهذول فنانين. هذه التسعينات، وهذول فنانين، والله هذا فنان وما اعرف ايش، وهاي نظره التافهه المتخلفه بالمجتمعات الشرق اوسطيه. سبب انقاذ عبد الخالق من الموت كان كاظم الساهر. اشتروا له الكلى وزرعوها له. الطبيب قال له هاي الكلى راح تعيش عليها 8 سنين، وراها تزرع كلى. والإنسان بحياته يزرع 3 مرات وأنت زرعت مرتين. فكان المفروض عبد الخالق بالفترة الأخيرة تزرع إلى كلى أخيرة. الكلى هذه اللي عمرها الافتراضي 8 سنوات عاش بها عبد الخالق 13 سنة. من كنا بالمستشفى يمه قال هاي وعكة، هاي انتكاسة صغيرة، أنا أحس نفسي أعيش بعد يمكن 2 3. ما طول أسبوعين ورا هذا التصريح. هاي الحروب. الرحمة والخلود للراحل عبد الخالق المختار. أنا أتمنى لك الموفقية. شكرا لك.